يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو بقى النهارده او روتين النهارده او يومي معاكم النهارده. يوم كده مليان تفاصيل ومليان شغل كتير قوي 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 على عملته في اليوم ده. فيلا بقى بينا نبدأ الفيديو بتاعنا اللي مليان شغل ومليان تفاصيل هتحبوها بإذن الله. فيلا بقى حطي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس لو عشان يوصلك مني كل جديد. ونبدأ بقى بينا الفيديو بتاعنا بعد الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقول بقى بنعمل ايه في اول الفيديو كده. عندي زي ما طبعا شفتوا كده كنت مجهزه منه فطار ومنه غدا. كان عندنا صنايعيه في البيت وكانوا شغالين. فطبعا جيت من السوق. كان اليوم ده كان يوم السوق. رحت السوق بدري قوي، يعني رحت الساعه 6. جيت كده على الساعه 8 ونص. جهزت بقى للصناعيه كده اللي انتوا طبعا شفتوه كده في اول الفيديو. عملت لهم مكرونه بطماطم وقليت بطاطس وعملت صدق. مش فاكره برضو عملت ايه تاني. المهم وكان ملوخيه. وطلعت لهم بقى دوت منه فطار ومنه غدا، وقلت بحيث ان هم ايه ياكلوا. وهم اصلا خلصوا يعني ما تاخروش في اليوم ده. المهم بعد بقى ايه ما فطروا كده او اتغدوا، دخلت بقى انا هنا على المطبخ. رحت بقى يعني انا جهزت الاكل وطلعته لهم. رحت بقى داخله حالا كده على ايه، على الكرشه. عملتها بقى نضفتها كده. وطبعا زي ما انتم شايفين طريقه تنظيفها كانت سهله جدا، والكرشه كان في اليوم ده كانت رخيصه وحلوه. كان الراجل سالته قال لي ب 90 جنيه. انا بصراحه كنت رايحه السوق والنيه ما كانتش فيه ان انا اشتري كرشه تماما. فانا معديه فلقيت الراجل كده معاه يعني كميه ما شاء الله والناس واقفه عليه. فسالته بكام يا عم الكرشه؟ قال لي الكرشه عامله 90 جنيه. قلت له لا ب 80 يا عم. فبصراحه سكت. فقلت بما انك سكت يبقى خلاص هات لي 2 كيلو. قال لي بصي هي بقى قطعه واحده وخديها، بقى حته واحده يعني وخديها. فقلت له طب اوزنها كده. فراح وزنها جت قطعت 2 كيلو ونص اللي هي معايا دي اللي انا بنضف فيها دي. وكان باقي حته وكمان حته. فقلت له خلاص حطها. وقطعت ال 2 كيلو ونص بال 200 جنيه. رحت جايباها بقى حطها في السوق. في السوق قال المهم بقى جبتها يعني فنضفتها طبعا معاكم طبعا زي ما انتم شايفين كده. ما حطيتش حاجه اي حاجه في الميه غير ليمون. والليمون عشان الريحه وعشان الحله عندي المونيا. ما بحس اللي هي لما بتفور الحله الالمونيا بتغمق. فعشان يعني ايه حاطه الليمون عشان كده عشان ريحه الكرشه وعشان الحله. اتنضفت معايا بكل سهولة، ما خدتش معايا وقت خالص بصراحة يعني. وهي دي أهم حاجة، إنك لما تجيب الكرشة ما تسيبهاش فترة طويلة. لا هاتيها ونضفيها عن تجربة بصراحة. لما بجيبها وانضفها حالا كده حتى ما كنتش فطرت كمان قلت هنضفها هي الأول. فمش خدت معايا بتاع نص ساعة تنظيف أو أقل كمان. أما في ناس كتير ممكن تجيب الكرشة وتحطها من غير تنظيف في الديب فريزر عندها. ووقت ما تحب تطلعها تنضفها بصراحة بتاخد وقت. أنا عمري ما جربتها بس ناس كتير يعني بتقول لي بتاخد وقت. قلت يعني هما جربوها مرة يعني او مرتين وما بتكونش حلوه. فانت ما تعمليش كده. اول ما تجيبيها اتنضفيها وما تسيبهاش كمان في الكيسه مده ساعه او اتنين، لا هاتيها نضفيها. عن تجربه بتلاقيها تنضف معاكي بكل سهوله. بقت معايا قشطه بعد طبعا ما نضفتها من القشره اللي عليها ديت واللي عليها دوت. غسلتها طبعا تحت الحنفيه وجبت بقى هنا عندي ملح ابيض وعندي دقيق ذره. وابدأي بقى افركي عندك في الكرشه ونضفيها عشان طبعا الدقيق الذرة والملح هيشيلك اي ريحة مش مستحبة فيها. وهتنضفها وهتكون معاكي قشطة كده زي الشمعة منورة كده. واعملي بقى الطريقة دي مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة براحتك. انا عملتها 3 مرات بالدقيق والملح. اعملها وادعكها واغسلها وارجع اعملها تاني لعندي لما بقت معايا ما فيهاش اي ريحة ولا اي حاجة. هبدأ طبعا كده اقطعها بقى. انا برضو عملتها مرتين تلاتة زي ما قلت لكم. هبدأ بقى اقطعها وهقيد عليها لان طبعا الكرشة بتاخد معايا وقت في التسوية. طبعا انتوا عارفين الكرشه اللي عارف الكرشه او بحبها او عارف طريقه التسويه بتاعتها عارف ان هي بتاخد وقت في التسويه. فلما تجيبيها لا اما تولعي عليها بدري لا اما بقى تنضفيها وتقطعيها وتسيبيها عندك في التلاجة او في الديب فريزر تعمليها تاني يوم. بس تعمليها بدري بحيث ان هو لو انت مثلا بتتغدوا بدري او كده تلحق تستوي على ميعاد الغدا بتاعكم يعني وكده. طبعا التقطيع ده يرجع لك انت. بصراحه بقى انا قطعت كده عندي على البلانشه وبصراحه قرفتني شويه لان طبعا كانت السكينه كانت عندي بارده. فما صدقت محمد ابني جه مسك بقى قصادي وبدأ يقطع. بصوا بقى صوت الجرس عمال يضرب وانا مش هفتح لما اخلص الفويس اوفر. العيال جننوني جننوني عمال انزل فيهم بحيث ان هم بعتهم الدكان يشتروا حاجه ونزلوا عند جدهم. وهم كده لما بيعرفوا ان انا عايزه اعمل حاجه او اعمل مونتاج او اعمل اي حاجه مش بيسيبوني. بصوا الجرس بس انا مش هفتح والله ما انا فاتحه غير لما اخلص لاني انا بقالي ساعتين في الوضع ده. المهم بقى قطعت طبعا الكرشه بس طبعا زي ما قلت لكم انا مش قطعتها. انا قطعت كده لوحدي شويه وبعدين محمد ابني جه قطع معايا.
لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما تستخسريش فيّا اللايك اللي أنا باجي أعمل مونتاج العيال بيجننوني، فمش تستخسري اللايك فيّا وحطّي لايك واشتركي في القناة لو عجبتِك. بعد بقى ما خلّصت التقطيع كده أنا ومحمد ابني، رُحت بقى إيه جايبة كده بولة فيها مَيّة وحاطة فيها كده عصرتِ فيها كده ليمونتين 3 كده براحتك، الليمون حلو بيقضي على أي ريحة مش مستحبة فيها، وحُطّي كده معلقتين من الملح الأبيض وسيبيها كده حوالي نُص ساعة، بحيث إن بس إن هي إيه، المَيّة والملح والليمون تشدّي أي ريحة مش مستحبة أو أي زفارة فيها، تمام. أنا بقى رُحت حاطاها في النُص ساعة دي، وقُمت بقى ما كنتش لسه رصيت الطلبات بتاعتي، رصيتها بقى كده وضبّطت دنيتي، ورُحت بقى إيه، جاية مولّعة عليها عشان طبعًا تلحق تستوي معايا. حطيت بقى عندي هنا بصل وورق لوري وحبهان وقرنفل وشوية بهارات كده من ال7 بهارات اللي هي عبارة عن كمون، فلفل أسمر، كباب صيني، يعني إيه بهارات متشكِّلة كده، حطيت عليها زي ما أنتم طبعًا شايفين كده، حطيت يعني نُص معلقة صغيرة. هاسيبها بقى تفور عندي، وبعد ما تغلي هابدأ نسيت طبعًا التوم، وبرضه حطيت شريحتين ليمون عندي، كل ما أفتكر حاجة أرجع أشيل الغطا وأحطها. شريحتين بقى طبعًا الليمون دول مش هيمرروا معاكِ الشوربة ولا أي حاجة، بس ما تنسيش تشيليهم في نُص التسوية، عشان لو مش شلتيهم في نُص التسوية هيبدأوا يتهروا معاكِ ومش هتلاقيهم، وممكن بقى في الحالة دي يمرروا عندِك شوربة الكرشة لو أنتم بتحبوها أو بتشربوها. طبعًا في ناس بتمسك الكرشة الأول تغليها في مَيّة وبعدين ترمي المَيّة دي، أنا لأ ما باعملش كده، بما إن الكرشة أنا غاسلاها ومنضفاها ونقعاها كويس جدًا، فطبعًا على قد اللي أنا باحطها في الحلة عندي بقى إيه مع اللي أنا قُلت لكم عليه دوّة، اللي هو البصل والبهارات اللي أنا إيه حطيتها. طبعًا رصيت عندي الكرشة، وطبعًا برضه خطوة مهمة بعد ما تيجي الكرشة عندِك تنقعيها حاولي تصفّيها كويس جدًا من المَيّة اللي أنتِ كنتِ ناقعاها فيها. أنا طبعًا الكرشة عندي كانت غلت، وطبعًا مش باملّحها خالص دلوقتي، غير خلاص يعني هتستوي فاضل لها كده على السِوَى حاجات بسيطة، بابدأ بقى إيه أضبّط الملح بتاعها، وما تنسيش طبعًا الكمون والفلفل الأسمر بطعّمها جدًا، تمام كده تمام. وبعد طبعًا ما غليت معايا هدّيت عليها النار وسِبتها بقى مع نفسها. هنا بقى كنت تقريبًا هنا كنت باعمل عصير للصنايعية، كانوا لسه مش مشيوا أو مشيوا، بس هنا لأ كنت باعمل لهم. كنت باعمل عصير ليهم، قُلت طبعًا هاعمل لهم عصير مانجا بعد ما شربوا شاي وجِبت ساقع حاجة ساقعة يعني، وكنت برضه باعمل عصير. سامحوني بقى لو أنا باتكلم بسرعة أو عمّالة أدربك لكم الدنيا، بس أنا باحاول عشان إيه أخلّص قبل الولاد ما ييجوا عليَّ، لإن لو جُم مش هاعرف مش هاعرف أعمل مونتاج ولا هاعرف أحط voice over ولا هاعرف أعمل أي حاجة، وأنا دلوقتي أصلًا مش عارفة أتكلم، والله العظيم من الدربكة اللي أنا عايزة إيه يعني عايزة أخلّص بسرعة بحيث إن أنتم بس الفيديو ما يتأخرش عليكم وتقعدوا تقولوا بتتأخري وما بتنزّليش وما بتعمليش، فأنا باحاول أنجز أهو. قطّعت طبعًا عندي المانجا هابدأ كده أفرمها عندي. والتليفون كمان رن، يعني بُصّوا من كُلّه يا جدعان. المهم بقى خلّصنا بقى إيه عصير المانجا كده، وطلّعته طبعًا للصناعية، ودخلت بقى إيه هاكمّل بقى معاكم إيه، هنا بقى كانت خلاص بقى فاضل لها حاجات بسيطة، يعني أو كانت استوت، أنا طبعًا سِبتها استوت لمّا ساحت، عشان طبعًا عندي حماية أسنانه واجعاه، فكنت باسيبها يعني لمّا تستوي يعني جامد، باسيبها لمّا تسيح حتى. طبعًا هي مش بتسيح، الكرشة ما بتسيحش، بس بحيث إن أنتِ لمّا تيجي تاكليها أو تيجي تشديها كده تلاقيها تتقطّع معاكِ بكل سهولة. طبعًا هنا عملت الصلصة بتاعتها زيت وبصل، لأ مش زيت، حطيت مادة دهنية غير الزيت، ورُحت حاطة بقى إيه البصل ومعاه 3، 4 فصوص من التوم كده، وطبعًا ده كيس صلصة اللي أنا كنت عاملاها معاكم. بصراحة الصلصة دي جميلة وبتسعفني جدًا في حاجات كتير، رغم إن هي بس يعني على قد بس فرم الطماطم، بس لأ. في ناس تقول لِك على قد فرم الطماطم وهتحطيها يعني مش محتاجة وقت، لا والله بتاخد وقت، أنتِ على قد اللي أنا باروح مطلّعة الكيس من الdeep freezer عندي وحاطاها عندي في على الخضار أو مع الخضار أو مع البصل وكده يعني، ده اللي أنا أقصده. بعد بقى كده عندي أمّا البصلة دبلت معايا كده، نزلت طبعًا عليها زي ما شُفتوا بكيس الصلصة، بعد ونزلت عليها بشوية من المَيّة عشان يفِك كده بسرعة، وبعد كده ما فَك معايا وغلت كده غلوتين، زوّدتها طبعًا مَيّة، ورُحت بقى مسقّطة فيها الكرشة تكمّل سِوَى. عندي بقى إيه، بقى عندي كده نوعين، نوع بالصلصة، كرشة بالصلصة وكرشة بالشوربة، تمام. وبرضه لو أنتم بتعملوها بطرق تانية اكتبوا لي في الكومنتات، أنا عارفة في ناس بتعملها طواجن بتبقى حلوة، بس أنا ما جربتهاش، بس إن شاء الله ناوية إن أنا إيه أجربها بإذن الله. ولو ليكم أي طرق تانية بتعملوها أو بتجربوها أو بتضيفوا عليها حاجات تانية اكتبوا لي طبعًا في الكومنتات، بحيث إن إحنا نستفيد ونجرب من بعض وكده. هنا بقى عملت رز بالشعرية
وطبعًا أنتم عارفين إن أنا قايله لكم في الفيديوهات اللي قبل كده إن أنا مش باشوّح الرز، يعني أنا باحط المَيّة الأول على الشعرية، وبعد ما تبدأ خلاص هتفور معايا، بابدأ أنزّل الرز عندي. بصراحة أنا الطريقة دي مستحبة لقلبي وباحبها، غير إن أنا باشوّح الرز. أنا عارفة إن تلات أرباع العالم أو العالم كله بيعمل الرز إن هو يشوّحه مع الشعرية، بس أنا ما باحبش الطريقة دي، باعمله على طريقة أمي. أنا بقى كنت خلّصت، كنت حابة أعمل فتة، بس ما كانش عندي وقت بصراحة، وكنت اتخنقت، عايزة بقى أنجز، عايزة أخلّص يومي. طبعًا هنا بقى دخلنا بقى على البوتاجاز، مكان بقى إيه الدربكة اللي هو شافها النهارده كرشة وتنضيف وده 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 ده، عملنا حاجات كتير أوي، فكان بقى مستاهل إن هو عايز بقى إيه دعكة حلوة كده. مسكت بقى كده بدأت كده أغسله. طبعًا كان غسيل عندي بصابون سائل مش منظف ولا أي حاجة، هو نضيف، بس طبعًا كان عايز بعد الدربكة اللي إحنا عملناها عليه، كان عايز برضه يتغسل كده غسلة حلوة، بحيث إن هو برضه إيه لو أي روايح أو أي حاجات من كده، إن هو إيه يتنضف يعني وكده. قولوا لي بقى أنتم عاملين إيه؟ أنتم وحشتوني جدًا، وباحاول أهو إن أنا ما أتأخرش عليكم في تنزيل الفيديوهات، باحاول والله على قد ما أقدر، بس أوقات بيبقى غصب عني، أنا بابقى نفسي أنزّل لكم حتى لو فيديو يوم ويوم، بس أنا باحاول، يعني أنا كفاية اللي أنا باحاول إن أنا أنجز يومي أو باعمل حاجات تانية. وأنتم طبعًا برضه عارفين إن أنا عندي ولاد وبيت وفوق وتحت، وتحت عاوز تنضيف وفوق عاوز تنضيف وولاد، يعني مسؤولية كبيرة مش حاجة سهلة، وشغل القناة مش سهل خالص، والتصوير بياخد وقت، فاعذروني لو أنا باتأخر عليكم، بس أنا والله باحاول إن أنا أنجز وما أتأخرش عليكم في تنزيل الفيديوهات. هنا بقى بدأت كده أغسل عندي ال الب عيون كده الغطا إيه اسمه إيه؟ اسمهم إيه؟ والله ما عارفة اسمهم إيه. المهم بدأت كده أغسل البوتاجاز عندي من جوّه وما عليكم من الطرحة أم دم تقيل دي، بس كنت لابسة أي حاجة. طبعًا غيّرت العباية اللي أنا كنت لابساها الأول، لإن طبعًا كانت اتبهدلت مَيّة، فلبست دي كده ولبست أي طرحة عليها كده، بحيث إن أنا إيه أنزل يعني عايزة خلاص بقى عايزة أخلص من المطبخ، عايزة أنفض منه. فأنا باقول الطرحة أم دم تقيل، أصل أنا بُصّوا في عادة إن أنا باقول إيه البتاع دوّة دمه تقيل، لأ ده دمه خفيف، حتى الطرحة باقول عليها دمها تقيل، مش هاقول مثلًا شكلها وِحِش أو شكلها بصر لأ باقول عليها دمها تقيل. فاعذروني بقى أنا شرقاوية وأنتم عارفين بقى لهجة الشرقية، فاعذروني. وأنا زي ما باقول لكم أنا باحاول أنجز في الكلام وباحاول أختصر بس بحيث إن أنا الولاد ما يطلعوش عليَّ و وأعمل يعني وما أعرفش أتكلم وكده والصوت هيبقى فيه الفيديو هيبقى فيه دوشة يعني زايدة أوي. فحد هيقول لي: "وأنتِ تاعبة نفسِك ليه وبتصوّري ليه؟" أنا حابة كده. يعني أنا في وسط اللي أنا فيه والدربكة اللي أنا فيها، بس أنا حابة برضه الشغل والتصوير وقدّام إن شاء الله هتكون برضه باب رزق ليّا، فأنا يعني إيه باصّة لها شيء باحبه وشيء هيكون باب رزق ليّا. طبعًا أنا لسه ما خدتش من القناة أي جنيه ولسه ما اتفعّلتش أصلًا، عشان الناس بس اللي بتقعد تقول كاني وماني. أنا بقى باحاول هنا بُصّوا كنت باداري وشّي بس أنا طبعًا مش حابة أظهر على القناة نهائي، فكنت باداري وشّي كده والطرحة مرّة تيجي هنا ومرّة أحُط هنا. فاعذروني أنا عارفة التصوير على قدّه في اليوم ده، بس أنا والvoice over برضه على قدّه وكل حاجة على قدّها، بس اعذروني. هنا بقى طبعًا كنت بانضّف كده البوتاجاز عندي، طبعًا البوتاجاز كان عندي كان عايز منظّف يتنضّف يعني من جوّه، بس طبعًا أنا قُلت كده ادعكيه بس كده ونضّفيه دلوقتي ولمّا تنزلي قريب أنا كل فيديو باقول لكم أنا عايزة أنزل والله ما عندي وقت أنزل، عايزة أنزل أبو حماد عندنا، ومع إن أبو حماد مش بعيدة ده ربع ساعة أنا باكون فيها، يعني 15 دقيقة، 20 دقيقة بالضبط وباكون في قلب أبو حماد، بس مش عارفة أنزل، مش عندي وقت. الفترة دي أنا مضغوطة بشكل مش عارفة فيه إيه بالضبط، ولاد بقى ودروس وحتى غير كده ما هو أنا على طول كده. يالّا الحمد لله خلصنا بقى من البوتاجاز كده. كنت عايزة أقول لكم عايزة أقعد يومين كده أقول مش هاخش المطبخ، كنت باقول طبعًا ده في خيالي، أنا عارفة إن ده مش هيحصل أصلًا، بس كنت باقول ياه لو ما تخشيش المطبخ يومين كده يا بت يا ديدة وكده وحد كده يقول لِك تعالي أنا عازمِك كده يومين، بس يومين ده مش هيحصل طبعًا، ده في الأحلام. كنت الأول لمّا مثلًا قبل ما حماتي الله يرحمها تموت وبقى عندي يعني كنت دلوقتي أنا ملزومة من حمايا يعني وكده، كنت الأول باروح عند أمي، ممكن أقضي معاها يوم، أقول لها اطبخي بقى وأنا مش هاعمل، لمّا أكون بقى زهقانة والعيال مطفحينّي ومخنوقة وكده كنت باعمل كده، بس دلوقتي بقى أنا عُدت ملزومة وعندي حماية، طبعًا ما ينفعش إن أنا أعمل زي زمان، ف فالحمد لله. سامحوني لو أنا باتكلم بسرعة أو أنا مش مرتبة الكلام أو أنا عارفة إن أنا في الفيديوز دوّة يعني الكلام مش مترتب نهائي، وباجيب كل كلمة من ناحية، بس برضه هاقول لكم سامحوني. هنا بقى خلاص خلّصت نضّفت طبعًا كده تحت البوتاجاز وتحت المطبخ عندي، وهابدأ طبعًا كده أدعك السيراميك عندي طبعًا كان عايز دعكة كده حلوة.
عشان أنا حاسة إن ريحة الكرشة كانت لسه في المطبخ، فهو كان عايز بقى البوتاجاز كده من جوّه ومن برّه وبرضه المطبخ و والأرضية أقصد يعني. هنا بقى حطيت عندي شوية منظف للسيراميك وشوية معطر، ورُحت حاطة كده عليهم طبق مَيّة، وبدأت كده عندي اللهم صل على النبي بالمقشة، وبدأت كده أدعك عندي السيراميك وأنضفه، زي ما أنتم شايفين كده. أنا هاخد نفَسي يا جدعان وارجع أتكلم معاكم تاني، لإن أنا ما عُدتش قادرة والله. بُصّوا العيال واقفين برّه على الباب، عمّالين يقولوا ماما راحت فين، ماما راحت فين، أنا هاروح فين، هو أنا باروح فين أصلًا؟ أنا 24 ساعة مرزوعة في البيت. غسلنا طبعًا برضه الأرضية كده ونضّفناها، هي طبعًا مش محتاجة إن أنا أقول كده، هي طبعًا التصوير واضح يعني. وبكده بقى يا جدعان فيديو النهارده يكون خلص، سامحوني على قلة ترتيب الكلام، وسامحوني إن أنا باتكلم معاكم بتلقائية زايدة، وسامحوني إن لو الفيديو فيه أي لخبطة أو فيه أي حاجة، ف بس باحاول إن أنا أنجز وباحاول إن أنا أرتّب يومي أو أرتّب نفسي إن أنا أو أنظّم نفسي إن أنا أنزّل لكم فيديوهات باستمرار على القناة. فأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، أتمنى تقدّروا وتحطّوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية. ما ننساش بقى الدعاء لإخواتنا، ربنا يا رب ينصرهم نصرًا عزيزًا مقتدر، اللهم آمين، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.